كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة يوم الجوايز، يوم الجوايز اللي بجد لو فاكر ان ده يوم عادي او مش مهتم بيه يبقى فعلا حصل لك عطل فني كبير جواك، وهيتصلح لو عرفت الأهمية الكبيرة لليوم ده. وعلشان نكسب الجوايز الكتير اللي فيه، أول حاجة لازم نحسها ونفهمها إن اليوم ده عظيم عند ربنا، وربنا بيتباهى بأهل عرفات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. واليوم ده عظيم علشان ربنا أتم فيه الدين. القرآن اتختم في يوم عرفة، وربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عرفة يوم كبير وعظيم عند ربنا، وإحنا كمان لازم نعظمه ويكون يوم مختلف عن أي يوم بالأعمال الصالحة. ربنا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والهداية اللي في اليوم ده أكتر يوم ربنا بيعتق العباد من النار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فالمطلوب مننا ايه علشان نكسب كل الجوائز اللي ربنا قال لنا عليها؟ يوم عرفة بترفع الأعمال إلا للمتخاصمين، ودول عندهم عطل فني كبير في التسامح. والتسامح مش معناه انك متهاون في حقك، لا، انت بتسامح علشان نفسك، علشان بتطهر قلبك. وكلنا عارفين ان ربنا بيغفر لك سنة فاتت وسنة كمان جاية. والحديث بيقول: صيام يوم عرفة احتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. طب نستغل اليوم ده ازاي؟ أول حاجة طبعا الصيام. تعمل اللي تقدر عليه من ذكر وقراءة قرآن وتسبيح واستغفار، وتجدد توبتك. وأجمل وأهم وأسهل حاجة هي الدعاء، لأن ربنا بيعظم الدعاء في اليوم ده. وأجمل صيغة للدعاء وشاملة خير الدنيا والآخرة إنك تقول الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هنحاول بكل الطرق وعلى قد ما نقدر نستغل اليوم ده، لأن لما نستغله كويس هنكون اتفادينا عطل فني كبير جوانا، وهنقدر نكسب بيه جوائز كتير. وربنا يتقبل، وكل سنة وانتم طيبين. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله